أول حاجة لازم نعرفها هي إن الظهر البليوزي هو حقبة زمنية بدأت من حوالي 541 مليون سنة، وهي اللي بنقول عليها بداية الظهور الجيولوجية الحديثة. ماشي، إزاي انتهى البروتيروزويك وابتدى الظهر البليوزي؟ باختصار الدنيا اتقلبت. قبل الظهر البليوزي كانت الحياة على الأرض بسيطة جدا، كائنات مجهرية معظمها وحيدة الخلية. بس في اللحظة اللي دخلنا فيها على الظهر البليوزي حصل انقلاب في اللعب، ودخلنا في فترة مليانة بالتغييرات السريعة والتطورات الكبيرة. الحياة اللي كانت تحت البحر انفجرت فجأة، وحصلت حاجات زي الانفجار الكمبري واللي هنحكي عنه بالتفصيل كمان شوية. دلوقتي ممكن نسأل نفسنا، طب ليه حصل التغيير الكبير ده؟ في نظريات كتير، لكن واحدة من أهم الأسباب اللي العلماء بيتكلموا عنها هي زيادة مستويات الأكسجين في الجو. العلماء بيقولوا إن لما مستويات الأكسجين زادت بقت في فرصة أكبر للكائنات المعقدة إنها تعيش وتزدهر. بس في ناس تانية بتقول بس مش كل الكائنات استفادت من الأكسجين الزايد ده، لأنه في كائنات كتيرة ما قدرتش تتكيف مع التغيير ده وانقرضت. أيوه، هو تقريبا كان وقت صعب بالنسبة للمخلوقات اللي مش بتعرف تتنفس أكسجين كتير. كأنكم بتقولوا لحد يا عم خد شوية أكسجين زيادة وهو يرد لا والله مش قادر، هموت أنا أحسن.